السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. تعقيبا على البوست اللي كتبناه امبارح، جات لنا تعليقات كتير وجات لنا استفسارات كتير على الخاص بخصوص سفر الأخصائيين ومعلمي التربية الخاصة ومعلمين المواد العادية. من بعد العيد وموسم السفر إلى السعودية بدأ، بتلاقي كل المدارس نزلت، كله طالب أخصائيين معلمين تربية خاصة، أو طالب أخصائيين تخاطب، أو طالب معلمين مواد زي الدراسات والعلوم والفيزياء والكيمياء إلى آخره، من رياض الأطفال لحد المرحلة الثانوية. تمام؟ أغلب المكاتب اللي موجودة في مصر هتلاقي أغلبها منزل إعلانات، لا إما عاوز معلمين بس، لا إما عاوز معلمين ومعلمات، لا إما عاوز معلمات بس، لا إما عاوز معلمين ومعلمات ومعلمين تربية خاصة. مش كل الإعلانات بيبقى فيها معلمين تربية خاصة، بس باختصار شديد أي إعلان تحت 3000 ريال ما تقدمش فيه. ليه؟ هو المتوسط 3000 ريال، 3000 ريال قليل جدا، ده ما بيكفيش كذا، ما بيكفيش كذا، ما بيكفيش كذا، بس هو بينزل على 3000 ريال وبتلاقي مئات الناس مقدمة. تمام؟ الحلو يعني متوسط من 3 ل 4، الحلو فوق الأربعة. يعني لما يجي راتب 4000 ريال فيما فوق، ده بيبقى كويس للمعلمين وخاصة معلمين التربية الخاصة. طبعا ده مش قيمتك، وطبعا ده قليل كتير، وطبعا ده مرتب مش احسن حاجة، ولكن هو ده اللي متاح في السوق دلوقتي. بالعكس، في مدارس تعبانة كتير بتنزل على 2200 و2500 و2700 و3 الى اخره. فانت الاعلانات اللي هتنزل 3 فيما فوق قدم فيها، وخلي بالك انت هتقدم مش هتبقى لوحدك، انت هتلاقي في 100 واحد مقدم غيرك، وهم بيبدأوا يصفوا الناس دي، اللي ما بيقبلش هنا بيقبل هنا، واللي ما بيقبلش هنا بيقبل هنا. بس احنا قلنا في البوست بتاع امبارح ايه؟ قلنا اي مركز او اي مكتب او اي مدرسة منزلة اعلان ومش كاتبة فيه تفاصيل الاعلان ما تقدمش، لان ببساطة هيبقى الراتب ضعيف جدا 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 لو ما كانوش نصابين. في ناس نصابين كتير وبيطلب منك فلوس وفي الاخر يطلع نصاب. تاني حاجة، اي حد مش كاتب الراتب في الاعلان خش اسأل، قول له الراتب كام، لو قال لك هيتحدد في المقابلة ما تروحش المقابلة، لان هيبقى تحت 3000 ريال. اي حد فوق 3000 ريال وفوق 4000 ريال بيكتب الراتب في الاعلان. يبقى رقم واحد، اي اعلان نازل من غير تفاصيل الشغل ما تقدمش، اي اعلان نازل من غير الراتب ومحدد الراتب ما تقدمش، اي اعلان نازل وطلب منك فلوس، جدية تعاقد، فتح ملف، فلوس كشف طبي، فلوس مش عارف ايه، ما تقدمش. ليه؟ لان الكشف الطبي ده بيجي بعد ما يعملوا لك مقابلتين و3 وتتقبل، وبعد ما تتقبل بتجهز ورقك، وبعد ما تجهز ورقك يبعت لك بقى تأشيرة، يبعت لك عقد عمل، تقعد مع الراجل تتفق على حاجة. المهم الكشف ده بيبقى بعد الاتفاق مش قبل الاتفاق. فاي حد يقول لك ابعت اي فلوس ما تقدمش، وابعد عنه ما تبعتش. نخلي بالنا، لان الموسم ده هيبقى موسم النصب، هتلاقي ناس كتير نازله تنصب، ناس كتير اصلا مش سعوديين ولا اماراتيين ولا اي حاجه، ناس مصريين عادي وعامل نفسه عنده مكتب وبينصب على الناس. اي مكتب مش واخد رقم ترخيص ما تقدمش فيه برضه. تمام؟ جهز السي في بتاعك، ابدأ استعد للاعلانات، اي اعلان محدد الراتب ومحدد تفاصيل الشغل قدم فيه، سواء قبلت او ما قبلتش. معاك من شهر 4 اللي احنا فيه دلوقتي، من اول 4 بدأوا، معاك لحد شهر 7 و8 كمان هتلاقي الاعلانات لسه شغالة والناس بتسافر. وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكتب لنا النجاح والتوفيق كلنا، وان شاء الله الفترة الجاية المرتبات تعلى شوية عن كده. ولكن للأسف مرتبات المدرسين اللي نازلة كلها بتتكلم في 3000 ريال. اقل من 3000 ريال طبعا زي الزفت، ما ينفعش متقدمش فيه. فوق 3000 ريال فيه، بس كل ما بتعلى كل ما بتقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.